السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن حلقة مهمة جدا، وحلقة يا ريت الكل يركز في كل حاجة فيها. الكرتون، مفيش حد فينا ما بيحبش الكرتون، كلنا اتربينا على الكرتون، وكلنا كان عندنا الكرتون المفضل لينا اللي كنا بنتفرج عليه واحنا صغيرين. بس الكلام ده كان زمان، دلوقتي الكرتون اختلف، ولازم كل الامهات تخلي بالها وتركز مع عيالها هما بيتفرجوا على ايه، لان دلوقتي الكرتون بقى يوصل رسالة للاطفال، او بيكون عايز يحط عقيدة في دماغهم معينة عشان يجبروا عليها. وده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة هنتكلم عن كرتون مراهقون التايتنز. كرتون مراهقون التايتنز الفترة اللي فاتت كان عامل ضجة كبيرة جدا بسبب الحلقات او الحاجات اللي بتتعرض في الحلقات مش لطيفة، وحاجات بتدل على حاجات تانية خالص وممنوع ان الاطفال تتفرج عليها. فالنهاردة انا جايب لكم حوالي 6 مقاطع كده هنتكلم فيهم ونوريكم قد ايه ان الكرتون دوت خطر على الاطفال، والمفروض محدش من الاطفال يتفرج عليه، لان هو بيوصل لهم رسائل اولا اكبر من سنهم، ثانيا ضد الدين بتاعنا، تمام، وطبعا ضد المجتمع. فاحنا مش هنطول كتير وهنخش معاكم في الموضوع على طول ونوريكم المشاهد، ونبتدي باول مشهد. واول مشهد معانا البنت بتتكلم مع الولد بمنتهى البساطه وبمنتهى الصراحه كمان، وبتوريه المايو اللي هي اشتريته، وبتقول له ده المايو ده هيبقى جميل جدا عليا وانا عايز البسه عشان اوريهولك، لان لبس البحر بيكون لبس شيك وجميل. فطبعا مشهد زي دوت ما ينفعش يتعرض اصلا لاطفال، لان المشهد ده بالطريقه ديت هيخلي الطفل يعتقد ان اللبس ده كويس وعادي جدا، فده طبعا لا يصلح تماما. وده كان اول مشهد. نروح بقى لتاني مشهد واللي افظع من دوت. بيجيب لك بزوم ان جامد قوي كده بنت قاعده ولابسه مايو على البحر، بيجيب لك يعني ايه الكادر بيصورها من اول رجليها وهي طالعه لحد جسمها اللي فوق، تمام. وطبعا يعني مشهد سينمائي، ده مش مشهد يعني المشهد ده ما ينفعش يكون في كرتون، ده مشهد سينمائي او في فيلم او مسلسل. فهو مصور لك الكرتون زي الافلام التانية، والاتنين غلط، تمام، يعني غلط للاطفال. فهو بيصور لك زي ما انت شايف المشهد كده، وهي الكاميرا بتجيبها من رجليها لحد وشها، وبيخش عليها واحد يشوفها فبيبرق كده، او بيجيله لحظة ذهول طبعا من اللي شايفه. طبعا ده مشهد برضو من المشاهد اللي طبعا مش لطيفة، وبرضو بتحس الاطفال او بترسخ في عقولهم عقيدة مختلفة او فكرة مختلفة، وده طبعا مش هيكون الطف حاجة، لان زي ما احنا عارفين ان الاطفال من سنهم الصغير بيلقطوا كتير جدا، واي حاجة بتحصل قدامهم بيحاولوا يلقطوها، فطبعا دوت قطعا ما ينفعش. نروح للمشهد الثالث، ودوت من افظع ويعني اقذر واوسخ المشاهد اللي في ابطال التايتنز، تمام. المشهد دوت الولد ده كان نايم بيحلم او حاجه زي كده، وبيحلم ان هو بينقذ حبيبته والكلام من ده، وبعد كده بعد ما ينقذها وينتصر على العدو فبيقوم بايسها، وبايسها بطريقه يعني نقدر نقول يعني واضحه جدا ان ما ينفعش تتعرض لطفل، تمام. يعني الطريقه وحشه، مش طريقه اللي البوست الكرتون زي بتاعت ميكي ماوس والحاجات اللي احنا كنا بنشوفها زمان، لا دي بوسه يعني. لا يا جدعان، الكرتون ده قذر جدا بالنسبه للاطفال، البوسه واضحه، وبعدين مش مشهد كرتون اللي هو بوسه وضحك وتضربه زي توم جيري والميكي ماوس والكلام من ده، لا دي بوسه سينمائيه واضحه. فطبعا مشهد زي ده لو اتعرض على الطفل طبعا هيتخزن جواه حاجات كتير غلط، وده اللي احنا بنحاول نمنعه. لكن الكرتون الفترة الأخرانية، مش الكرتون ده بس، ده فيه حاجات كتير وفيه بلاوي كتير احنا مش بناخد بالنا منها، بحجة ايه ده كرتون سيب الأطفال تتفرج عليه. لا، احنا لازم الفترة اللي جاية دي والفترة اللي فاتت دي نركز قوي في اللي أطفالنا بيعملوه، لأن الحاجات الوحشة حوالينا بقت كتير، وبقت بتوصل للأطفال بكذا شكل، ممكن كرتون، ممكن على السوشيال، ممكن بكلمة، ممكن من كتاب، ممكن من أي حاجة. دلوقتي التفتح الكتير خلانا ان احنا نوصل للوحش اسرع واكتر، فاهميني؟ فمشهد زي ده طبعا زي ما انتوا شايفين كده، او زي ما انتوا شفتوا عرضت لكم، ما ينفعش يبقى في كرتون. لو كنت فاكر بقى ان انا لحد هنا بعد المشهد بتاع البوس دوت ان انا جبت لك افظع مشهد، لا ده لسه فيه افظع وافظع وافظع. مشهد زي اللي انتوا شايفينه دوت، البنت كانت بتحب شخص عنده عضلات وايه يعني قوي، تمام. فالولد دوت كان عايز يلفت نظرها، فعشان يلفت نظرها يقوم عامل ايه؟ يقوم قلع هدومه خالص قدامها ويوريها العضلات. حتى البنت في المشهد بتقول له انت ليه مش لابس، انت لابس يعني هدوم داخليه بس، او لابس بوكسر بس.
فهو بيقول لها عشان تشوف العضلات وكده، تمام. فمشهد زي ده برضو غلط، ما ينفعش ان هو يتعرض في كرتون. مشهد معروف وموجه ليه وعشان ايه. طبعا برضو خطر على الاطفال ان هم يشوفوا كده. طبعا اي طفل يتفرج عليه هيفتكر او هيعتقد ان هو عادي، خلاص انا مش هلبس هدوم وامشي في الشقه عادي، او امشي في المكان اللي انا عايزه عادي براحتي، انا كده بوري ان الناس جسمي وعضلاتي، او ايا كان الفكره اللي بتبقى ورا المشهد، او انت هتعملها ازاي او ابنك هيعملها ازاي، انت فاهمني. فالموضوع طبعا وصل لخطوره عاليه. فمراهقون التايتنز ده لازم 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 الناس كلها تخلي بالها منه، محدش يتفرج عليه ولا حد يفرج اطفاله عليه. نيجي للمشهد التاني في حلقة من ضمن الحلقات بتاعت مراهقون التايتنز. بنت قوية او خارقة زيهم، وبتقتل الاعداء بعد ما الاعداء يعني دمروا الناس ديت اللي هم ابطال اصلا الكرتون. وبيجي في المشهد ان هي بتقوم نازله لهم، وبيجي مشهد يعمل كلوز قوي على الكادر على رجليها الاتنين زي ما انتم شايفين كده. طب ليه؟ طب انا عايز افهم ليه. انت ممكن تعرض المشهد بمليون طريقه غير الطريقه ديت، انت ايه اللي انت عامله دوت، او انت ليه عاملها كده وعشان ايه، انت فاهمني. حتى هتلاقي الناس الابطال الخارقين اللي هم بتوع الكرتون مذهولين من المنظر وعينيهم بصه لفوق. فطبعا كلنا عارفين هي بصه عينيهم بصه لفوق عشان ايه وليه، تمام. كلنا عارفين ومش محتاجه تفسير. لما يجي لي الكادر بالمنظر ده والعيون بتاعتهم كلهم بصة على الجهة ديت، فانت عارف ليه. فطبعا يعني مشهد قذر جدا ووسخ جدا، ما ينفعش يتعرض في كرتون للاطفال، قطعيا ما ينفعش يتعرض للكرتون للاطفال نهائي. نيجي لاخر مشهد معانا بقى النهارده في الحلقة عشان ما اطولش عليكم، والمشهد اللي البنت بتلبس فيه المايوه، لان هو كان في حلقة وحلقة، تمام. حلقة بتوري له المايوه والحلقة التانية بتلبسه له بقى، تمام. يعني هي زي ما انتم شايفين في الفيديو كده، هي دخلت المكان يعني اللي بتغير فيه الملابس وكده، حتى هي هتقول له خليك واقف هخش البسه واطلع اوريهولك، او خليك انا اخش البس واغير البس لك المايو وانت تبص عليه وتقول له رايك. حتى هنشوف الواد بينزهل، يعني الكادر جه عليه على وشه كلوز كده وبرق وانزهل وشعره وقف، تمام. طبعا احنا كلنا عارفين هو شاف ايه، لكن الاطفال مش عارفين. فانت اما ابنك يجي يسألك هو بيعمل كده ليه، او هو منذهل ليه، او ايه دوت، طب ده ليه، انت مش هتلاقي حاجة تقولها ومش هتلاقي رد تقوله. دي تعتبر كانت حلقة النهاردة بالنسبة لكرتون مراهقون التايتنز، ولسه في حلقات كتير. الكرتون ده يا جدعان 5 أو 6 مواسم. تخيل موسم واحد انت مطلع منه، موسم واحد ده 25 حلقة او 26 حلقة، انت بتطلع منه يعني 6 او 15 12 يعني مشهد غير لائق. في فيديو انا كنت عامله قبل الفيديو دوت بيتكلم برضو على مشاهد تانية في الموسم الاول بس، تمام. كانوا حوالي 7 أو 9 مشاهد، ف9 مشاهد وانا جايب لك دلوقتي 6، فيعني رقم كبير، رقم كبير جدا. انت بتتكلم في 25 حلقة في موسم واحد، حوالي يعني اكتر من 15 17 مشهد غير لائق. طب يعني لو خدناها ان كل حلقة مشهد غير لائق، طب فين الحلقة اللي هتبقى سليمة؟ فين الحلقة اللي اقدر افرجها على اطفالنا، او اقدر اعرضها على اطفالنا، افرجها لابني من غير مقلق، ابقى مطمن؟ اما السيزون 26 حلقة، 17 او 18 حلقة فيها مشهد غير لائق، يبقى انا كده الافضل ما اتفرجش عليه خالص، صح ولا انا غلطان؟ فالمهم انت لو ما اتفرجتش على الفيديو بتاع مراهقين التايتنز اللي انا كنت عامله في الاول، هتلاقيه ظهر لك هنا او ظهر لك هنا. فاتمنى ان انت تخش تشوفه عشان تشوف كمية الفضايح اللي موجودة جوه الكرتون دوت، وكمان يبقى تنبيه ليك ان انت تحاول تبعد اطفالك لو بيتفرجوا عليه عنه، وكمان لو ما اتفرجوش لسه عليه يبقى انت عندك علم بالموضوع دوت. وزي ما اتفقت معاكم في اخر فيديو عملناه اللي هو الفيديو بتاع مقارنة جاكي شان ببنتن، وبرضه لو ما اتفرجتش عليه هتلاقيه برضه ظهر لك هنا او هنا، يا ريت تتفرج عليه هيعجبك جدا. زي ما اتفقنا معاكم اخر مرة، احنا قلنا هنعرض اكتر او اقوى 5 تعليقات هيكتبوا اقوى 3 رموز من بنتن واقوى 3 رموز من جاكي شان، وهعرضها لكم دلوقتي على الشاشه. في الاخر بحب اشكر كل الناس اللي دعمتني، بشكر كل الناس اللي كتبت لي كومنتات جميله جدا، وحقيقي شكرا جدا على دعمكم، وان شاء الله اللي جاي هيكون اقوى بكتير. وفي الاخر ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا اشتراك وسبسكرايب للقناه عشان اي حاجه جديده اعملها توصل لكم، وكمان ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهين، فيديو بنتن وجاكي شان المقارنه، وفيديو مراهقون التايتنز الجزء الاولاني. اتمنى ان انا كنت خفيف عليكم في الحلقه بتاعت النهارده، وكان معاكم حاتم من صفر لا شيء وكل شيء. مع السلامه.